مستمعي بوير اف ام الاكارم اينما كنتم، مساء الخير. بنرحب فيكم بحلقه جديده من البرنامج الاسبوعي حوار مسؤول، والذي يبث على الهواء مباشره من قامشلو في 7 مساء من كل احد على الموجه الاذاعيه 107.7 ميجا هرتز، ويعاد بثه الجمعه في 2:05 ظهرا. كما يمكنكم الاستماع الينا الان من جميع انحاء العالم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة بوير الإعلامية boyerpress.com، أو من خلال التطبيق الخاص ببوير اف ام على المتجر اب ستور للهواتف المحمولة. مستمعي الأعزاء، سنناقش اليوم عبر حوار مسؤول عفرين والشهباء على وقع طبول الحرب التركية، أي مصير ومستقبل ينتظرهما ضمن خارطة نفوذ الدولية. سأناقش هذه القضية مع ضيفنا الكريم السيد نوري محمود، المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب. أهلا بك ضيفا عزيزا في بوير اف ام. أهلا وسهلا. لكن مستمعي الأعزاء، قبل ما نفتح ملف حلقة اليوم خلونا نروح نستمع لهالتقرير سوا ونرجع. منذ عبور قوات حماية الشعب إلى ضفة الفرات الغربية، فضلا عن وجودها في كانتون عفرين أصلا وسعيها الدؤوب في ربط الأخيرة بكانتون كوباني ضمن استراتيجية معركة الخلاص من تنظيم داعش والقضاء عليه، لم تهدأ بال الحكومة التركية والمتحالفين معها من سوري ما سميوا ثوارا ظلما في الهجوم على تمركزات قوات حماية الشعب والتحرش اليومي بها وإعاقتها في معركة القضاء على الإرهاب والتخلص من توحشه ضد السوريين. فعمدت حكومة الحزب العدالة والتنمية التركية إلى التدخل عسكريا في نهاية صيف العام الفائت ضمن استراتيجية محاربة الإرهاب أيضا، واحتلت مثلث أعزاز جرابلس الباب بعدما ظلت طوال السنوات المنصرمة المتهمة الأولى بدعم داعش والنصرة وغيرهما حسب تقارير كثيرة أوردها الإعلام الغربي. كما أن الحكومة التركية نفسها لم تنكر أن الأغلبية الساحقة من الإرهابيين اتخذوا المطارات والأرض التركيتان ممرا لعبورهم إلى سوريا، ولاقوا في ذلك كل التسهيلات. ومع كل ذلك لم تنجح مساعي الحكومة التركية في وقف تمدد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد تحرير مدينة منبج صيف العام الماضي، فالتجأت هذه المرة إلى أسلوب المساومات والمؤامرات الدولية مع كل من روسيا وإيران حلفاء النظام السوري، بالرغم من أن وحدات حماية الشعب سلمت كل المناطق التي حررتها إلى الأهالي الذين شكلوا بدورهم مجالس مدنية لإدارة مدنهم المحررة. إذا لم يعد خافيا الصفقات التي عقدتها تركيا مع النظام السوري وحلفائه الأقليميين والدوليين، بعدما كانت حتى الأمس القريب تدعو إلى تغييره. آخرها كانت تسليم مدينة حلب كاملة إلى النظام وحلفائه، وتاجرت الحكومة التركية بموجب هذه الصفقات وباعت المعارضة السورية الموالية لها بأبخس الأثمان. تبعا لخدمة مصالحها، فبادرت إلى سحب كافة الفصائل العسكرية من مناطق سيطرتها على الأرض السورية وإعادة تدويرها في مستعمراتها في مثلث جرابلس أعزاز الباب، والهدف الرئيسي في كل ذلك محاربة أي طموح كردي ساعي إلى بناء سوريا الديمقراطية فيدرالية تعددية ينعم الشعب الكردي بحقوقه في إدارة مناطقه. فالحشود العسكرية والتهديدات التركية لمنطقتي عفرين والشهباء عبر وكلائها من السوريين وقصفها المستمر لتمركزات قوات سوريا الديمقراطية فيما هي منشغلة بمعركة تحرير الرقة، تمثل طعنة في الظهر والصدر معا أمام مرأى ومسمع قوات التحالف الدولي، وكذلك الحكومة الروسية المتواجدة ببعض تشكيلاتها العسكرية في مدينة عفرين، دون أي رادع منهما للحكومة التركية في الحفاظ على قوات من المفترض أنها حليفة ومنهمكة في محاربة الإرهاب نيابة عن العالم. هذا الموقف الضبابي طالما أرهق الشارع الكردي في الاطمئنان على مصيره،
بعد بحور من الدماء والدموع بذلها الكرد طيلة السنوات الماضية من أجل مستقبل مشرق لأبنائهم. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم مجددا، وبنرحب مرة تانية بضيف بوير اف ام العزيز السيد نوري محمود، المتحدث الرسمي باسم وحدات حماية الشعب. بداية سيد محمود، لو تضعنا في صورة الوضع الآن في مدينة عفرين ومنطقة الشهباء والتجهيزات العسكرية التركية لمهاجمة المدينة. في الحقيقة الدولة التركية وخاصة السلطة الحاكمة اليوم التابعة لحزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب أردوغان منذ بداية الثورة كان دائما يتدخل في شؤون الثورة السورية، وخاصة المشروع الذي كان يتطور في روجافا والمناطق الكردية خاصة دائما كان عائقا أمام هذا الشيء، ويتدخل بشكل غير مباشر، يدعم مرتزقة، يدعم إرهاب داعش، ويدعم كثير من الأطراف الذي كانت تسمسر من أجل على قضية أو على ثورة سوريا، فكانت تستغلهم في محاربة الثورة الحقيقية في سوريا. واليوم ما نراه في عفرين بالتأكيد هو محاولة لهذا المخطط الذي كان منذ البداية موجود في ذهنية السلطة الموجودة في تركيا، هو القضاء على المشروع في عفرين، كما حاول في ساريكانية، وفي نفس الوقت حاول في كوباني، والآن يريد أن يعمل هذا الشيء أو هذه الخطة أو هذا البرنامج في عفرين. الدولة التركية أو الجيش التركي خاصة في المثلث الذي ظهر في أو تحدثتم عنه في التقرير ما بين باب جرابلس وعزاز، ومن الناحية الأخرى من طرف إدلب، وأيضا الحدود التركية المجاورة لمدينة عفرين أو عفرين بشكل عام، تحاول أن تطوق المنطقة وتهاجم على المنطقة. بالطبع احتلت هذه المناطق قبل الآن، يعني احتلت عزاز وجرابلس وباب، والآن نعتبر إدلب أيضا هي محتلة، وتعاملها مع إدلب والمثلث الذي تحدثتم عنه تعامل كما يتعامل مع القبرص. نعم، جزيرة قبرص نفس التعامل، ويدار هذه المناطق من قبل القائم مقام التركي لمحافظتهم عنتاب، فإنها تريد القضاء على التجربة، لأن هذه التجربة في عفرين هي أعطت لسوريا، للمجتمع السوري بشكل عام، لجميع المكونات والثقافات الموجودة في سوريا، نموذجا لحل الديمقراطي وتحقيق آمال الحرية في سوريا. والآن كما ترون كثير من المناطق السورية بما فيها رقة ومنبج، وهذه المناطق المجتمع الموجود في هذه المناطق دعا قواتنا من أجل حمايتها وتطهير الإرهاب في هذه المناطق، والآن يديرون مناطقهم بشكل ديمقراطي. فهذا المشروع بالنسبة إلى تركيا هو مشروع بديل لغايتهم أو لأهداف السلطة الحاكمة في تركيا أو لحزب العدالة والتنمية، لأنها كانت تريد أن تنشأ سلطنات أردوغانية في المنطقة، فهذه السلطنات فشلت في ثورتنا روجافا، فلذلك الآن يقوم بعد وقوع أقنعته جبهة النصرة وأحرار الشام والمجموعات المرتزقة التي هاجمت على ساريكانية، وبعد وقوع قناعه داعش في كوباني، اليوم الجيش التركي بذاته يقوم بالعمل على هجوم على مدينة عفرين. سيد محمود، سنأتي إلى ذلك. ملفات عديدة ونقاط عديدة سنطرحها في سياق حلقتنا. يعني سأعود إلى السؤال: ما هو الوضع في عفرين الآن في هذه الأثناء؟
الوضع في عفرين، نحن نواجه احتلال تركي يريد أن يجتاح مدينة عفرين، والجيش التركي والكل يعلم بأن هذا الجيش أحد أكبر جيوش في الشرق الأوسط، وأيضا من الجيوش الذي دمرت كثير من المقاومات التي كانت موجودة في الشرق الأوسط. وحتى الآن هذا الجيش يقف في وجه جميع الثوار الموجودين في تركيا من أجل الحريات والديمقراطيات الموجودة. فاليوم يتدخلون بشكل عسكري، وهناك دخول آليات تركية للجيش التركي في منطقة عزاز وإدلب من أجل الحرب على عفرين. ومن الناحية الأخرى طبعا وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وبعض الفصائل الموجودة في عفرين يقومون بحماية المنطقة ضد هذا الإرهاب التركي أو المجموعات الموجودة في درع الفرات بهجوم على عفرين. الوضع بهذا الشكل، بإمكاننا توضيح الوضع بهذا. حسنا يعني هل تتواصلون أنتم مع حلفائكم في العواصم الغربية بشأن التحضيرات التركية هذه للهجوم على مدينة عفرين، لا سيما أن قواتكم هي جزء أساسي في قوات قسدة والتي تتلقى دعمها المباشر من التحالف الدولي؟ يعني في لكم اتصالات مع التحالف الدولي؟ بالطبع لدينا اتصالات مع التحالف الدولي ومع الغرب ومع الدول في الشرق الأوسط، وبإمكاننا أن نقول في هذه الفترة خاصة بعد مرحلة انتصار كوباني، بإمكاننا أن نقول بأن السلطة الموجودة في تركيا فقدت كثير من أبوابها الدبلوماسية وخسرت كثير من علاقاتها الدولية، وعكس ذلك هنالك تطور في العلاقات الدبلوماسية بين مجتمعي لثورة روجافا مع الغرب ومع الشرق الأوسط ومع آسيا أيضا. هنالك يعني حلفائكم ماذا يقولون؟ ما هو موقفهم بشأن التحركات العسكرية التركية على تخوم كانتون عفرين؟ نحن مع حلفائنا الآن نقوم بمحاربة إرهاب داعش، نقوم بمحاربة إرهاب داعش، والعالم كله متفق على هذا الشيء. بالطبع نناقش الوضع، والآن نقوم بدراسة الوضع نحن كوحدات حماية الشعب، وننظر إلى الأوضاع ومدى قدرة تركيا على محاربة وحدات حماية الشعب، ونناقش هذه الأوضاع في جميع العلاقات الدبلوماسية التي نقوم بها، نوضح الأمر للجميع. نحن نعتمد على قوتنا الذاتية خاصة، ونعتمد على مجتمعنا، وأود أن أقول بأن كما انتصرنا في سريكانية أيضا كانت تركيا موجودة، وكما انتصرنا في كوباني سيكون انتصارنا في حال حدوث أي حرب في عفرين، أكيد في عفرين أيضا. بالنسبة إلى آراء العالم، ليس هنالك أي موقف يدعم تركيا باجتياح عفرين، والكل لا يقبل هذا الشيء، حتى التحالف الدولي. هل لديكم أي معلومات حول ذلك؟ معلومات قبل أيام جاء بريت ماكور إلى روجافا وتحدث بأن لن يقبلوا أي عرقلة من جانب حتى في منطقة عفرين سيد نوري، حتى في طبعا خاصة كان السؤال عن هجوم تركيا أو اجتياح تركيا لعفرين، وقالوا بأنهم لن يقبلوا أي شيء يضر بالحرب على رقة أو داعش. حسنا سيد نوري، لو نتحدث، أنت قلت الآن في سياق سؤالي الأول أن تركيا قوة كبيرة، يمكن ربما أقوى جيش في الشرق الأوسط، يعني في حال شنت تركيا هجوم على عفرين، ما هو تحضيراتكم العسكرية لذلك؟ هل لديكم القدرة على مواجهة تركيا؟ بالطبع التقنية
والتكنولوجيا الموجودة عند الجيش التركي هي متطورة جدا، ولكن الإرادة أو الارتباط بالقضية والعمل على الحرية والعمل من أجل الحرية عند مقاتلين في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة لا توجد لدى الجيش التركي. الجيش التركي كان أحد أقوى جيوش المنطقة، ولكن قبل فترة الجيش التركي أصبح انقلاب عسكري في نعم. الجيش التركي، وتضرر الجيش التركي كثيرا، وهنالك فساد كبير في تركيا. نعم. ولم يتمكن أن يسيطر على الأوضاع الموجودة أو القضية الكردية في تركيا، فكيف سيتمكن السيطرة على الأوضاع في المناطق الأخرى، أو يجتاح أو يحتل أو يغتز، يقوم باحتلال عفرين يعني. فلذلك الجيش التركي ليس بذلك الحجم الكبير، بل بإمكاننا أن نحارب أو نقوم بالدفاع المشروع ضد مثل هذا الجيش والانتصار في حال هجومه على مناطق. أفهم منك أن تركيا خايفة تتدخل في عفرين، أو أنها ستتردد كثيرا في الدخول إلى عفرين؟ تركيا تركيا الحالية، السلطة الحالية أو المفهوم الموجود في السلطة الحالية، المفهوم القومي، التطرف القومي والتطرف الديني السياسي، استغلالهم للدين، ليس لديهم أي خيار آخر سوى الهجوم على المشاريع التي تحيي الأمل بالوصول إلى الحرية والديمقراطية. فلذلك لابد لهذه السلطة أن تحارب هذا المشروع. عكس ذلك يجب أن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها، وتتحول إلى دولة ديمقراطية كما يهدف إليه الثورة في سوريا. ولكن لا تريد هذا الشيء السلطة، تريد البقاء في السلطة، فلذلك ليس لديها خيار آخر إلا بالهجوم على الحرية والديمقراطية والثورة في سوريا. ولكن ليس لديها القدرة الكافية من أجل محاربة الثورة، لأن علاقاتها مع العالم ليست كما القديم. وأيضا السلطة مجردة من المجتمع أو الشعب التركي، شعب تركيا أو المجتمعات أو الثقافات والقوميات الموجودة في تركيا. أيضا عندما ننظر إلى الوضع الحالي في تركيا نرى بأن المجتمع منفصل عن السلطة، والاستفتاء الذي حصل في تركيا كان استفتاء مزيفا وليس حقيقيا. فلذلك حتى هذه السلطة مجردة من المجتمع. أيضا هذه السلطة استولت على المؤسسات التركية أو الدولة التركية، والآن تريد استغلال هذه الفرصة من أجل البقاء على السلطة. سيد نوري، سأستغل وجودك معي. هناك كم كبير من الأسئلة أود أن أسألك برأيك يعني وبشفافية. هل ستشهد عفرين أحداث مشابهة لمدينة كوباني لا سمح الله؟ طبعا تركيا هي كانت لب أو جوهر للعصابات التي هاجمت على سريكانيا، وبنفس الوقت السلطة التي تحكم تركيا اليوم هي أيضا كانت جوهر المخطط على كوباني، واليوم نراها هي بالذات بشكل مكشوف من دون أقنعة تهاجم على عفرين، ولكن لن تتمكن أن تنجح في عفرين كما فشلت في سريكانيا، وكوباني ستفشل في عفرين أيضا. ولكن المقاومة ستكون أقوى، وسيكون الإمكانيات الموجودة والتجارب الموجودة لدى وحداتنا أكبر بكثير من سريكانيا وكوباني، وسيكون فشل الجيش التركي أكيد. ولكن يجب على مجتمعنا بشكل عام يجب أن لا يقفوا عند الحرب بالسلاح فقط. يجب أن ننظم أنفسنا كمجتمع رجأة وشمال سوريا وعفرين خاصة في جميع أنحاء العالم، كما فعلنا في كوباني وكما فعلنا في سريكانية، من أجل
تلقين السلطة الموجودة في تركيا درسا حقيقيا، درس الديمقراطية والعدالة والحرية. سيد نوري، وصلت الفكرة. يعني مدينة عفرين يعني مثل ما بتعرف حضرتك هي محاصرة منذ 5 سنوات. يعني كيف يتم تأمين التجهيز العسكري لقواتكم في ظل الحصار الطويل على عفرين؟ طبعا عفرين أو روجافا بشكل عام كانت دائما تحاول بأن تعتمد على ذاتها، وعفرين أيضا كانت ضمن هذا المشروع، ومنذ البداية لم تعتمد على القوات الخارجية ولن تعتمد على دعم أو المساعدات الخارجية، دائما كانت تعتمد على ذاتها. فلذلك نحن كوحدات حماية الشعب حين أخذنا مسؤولية حماية هذه المناطق على عاتقنا، تركنا إدارة المدن أو القرى أو النواحي في المنطقة للمجتمع. فالمجتمع قام بإنشاء مؤسساته، إن كانت اقتصادية، إن كانت حقوقية، إن كانت أمن الداخلي، أو من جميع النواحي المجتمع قام ببناء مؤسساته. وكما تعلمون بأن المنطقة منطقة غنية من ناحية الزراعة ومن ناحية الصناعة والذكاء والإرادة الموجودة والطاقة الموجودة في المنطقة تكفي بأن تقف على قدميها وأن تحضر نفسها من أجل حماية نفسها. فلذلك عفرين قامت ببناء مؤسساتها وبنت المشروع البديل للأنظمة الموجودة التي تقول بأن ليس لهم بديل، قامت بإنشاء بديل لهذه الأنظمة الموجودة. حسن، وصلت الفكرة. يعني في نفس السياق وفي موضوع آخر متعلق بالشأن التركي، يعني أين وصل ملف القصف التركي على أحد المقرات التابعة لقواتكم في قراتشوخ؟ وهل تدخلت أمريكا في ذلك؟ يعني هناك مخاوف من إعادة القصف من قبل تركيا؟ يعني أنتم بتخافوا أنه تركيا بتقصفكم مرة ثانية؟ ليس خوف، ولكن تركيا لم تترك روجافا أبدا بهذا الحال إذا لم يحدث تغيير جذري في تركيا، لأن المفهوم الحالي الموجود في تركيا هو مفهوم قومي متطرف، ومفهوم الإسلام السياسي أو استغلال الإسلام المتطرف. فهذا المفهوم لن يقبل لمشروع يحقق أهداف وآمال الحرية والديمقراطية. فلذلك سيكون هجومهم على ثورة روجافا موجودة، فنحن ندرك ذلك، ولدينا تحضيرات أو تحصينات من أجل حماية أنفسنا من هذا الشيء. ورغم ذلك نحن نحضر الشعب والمجتمع وأنفسنا من أجل تحقيق الثورة. ولكن بالنسبة إلى الملف، طبعا هناك سكوت أو مساومة من هذه الناحية، من العالم يسكت لتركيا بقيامها بمثل هذه العمليات الإجرامية. حتى حليفكم الأمريكي حتى الآن لا أقول بأن أمريكا تسكت بشكل عام، ولكن أمريكا لم تظهر موقفا كافيا من أجل حماية روجافا. كان يجب أن التحالف الدولي وأمريكا أن تقوم بحماية سماء روجافا، على الأقل بعدم دخول أي طيران خارجي إلى المنطقة. فحتى الآن لم يتطور هذا الشيء. فلذلك لم نرى ردا أو موقفا حقيقيا أمام احتلال التركي، لم نرى هذا الشيء، وسيكون مقاومتنا هي الجواب الحقيقي لهذه الهجمات. سيد نوري، يعني بصريح العبارة، هل لديكم أسلحة مضادة للطائرات؟ لدينا كثير من الأسلحة والطائرات. طبعا نحاول بأن نجد حلول بإمكاننا حماية أنفسنا ومجتمعنا من هذه الطائرات عن طريق بناء مقرات سرية أو مقرات
خنادق أو أنفاق من هذه الناحية نقوم بالعمل على هذا الشيء. وهنالك أسلحة أيضا ثقيلة لا نقول بأنها تكفي بحماية مقراتنا من الطائرات الحديثة أو التكنولوجيا أو التقنية الموجودة عند تركيا، ولكن لدينا بعض الأسلحة لحماية هي أنفسنا. مضادة للطائرات؟ نعم. لديكم أسلحة مضادة للطائرات؟ لدينا أسلحة مضادة للطائرات، ولكن غير كافية لإيقاع طائرات تركيا. حسنا. لماذا لا تطالبون قوات التحالف يعني أن يعلنوا عن مناطق روجافا مناطق آمنة ويمنع فيها تحليق للطيران بما فيهم الطيران التركي أو السوري، كون أمريكا تشاهد التدخل التركي المباشر وأيضا التدخل الطيران النظام السوري في مناطق روجافا؟ في الحقيقة أمريكا يجب أن لا نعتمد بكل شيء على أمريكا أو التحالف الدولي، لأننا نحن أصحاب الثورة، ولكن يجب أن نرى هذه الحقيقة بأن لأمريكا علاقات مع تركيا، وتركيا هي عضو في الناتو. فهذه المصالح ليست بقليلة. فلذلك حتى الآن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي فقط في محاربة داعش أو إرهاب العالمي كانت مواقفها ظاهرة للجميع. وفي الآونة الأخيرة نرى بأن هنالك بعض المواقف الإيجابية، خاصة بقرار تسليح وحدات حماية الشعب، وخاصة التصريح الأخير لمستشار ترامب أو في روجافا عن حرب أو هجوم تركيا على عفرين. فهذه المواقف هي جيدة بالنسبة للمرحلة الحالية، ونأمل بأن يتطور هذه الحالات إلى مستوى أعلى إلى حماية سماء روجافا أيضا. حسنا، يعني سيد نوري، في جميع التحالفات أو الاتفاقيات يجب على الحليف أن يحمي حليفه الآخر. يعني أين أمريكا يعني من حمايتكم وأنتم تقاتلون في عدة جبهات؟ نحن لم ننتظر الحماية من أمريكا، ولم ننتظر الحماية من أي قوة أخرى. نحن قوات حماية الشعب، يعني نحن نحمي المجتمع، وحدات حماية الشعب هي التي تحمي المجتمع. اتفاقنا مع التحالف الدولي واتفاقنا مع أمريكا هو الحرب على داعش، وحتى الآن هذا الاتفاق مستمر، وهذه القوات هي حليفة لنا في محاربة داعش. في حال نجاحنا في هذا الحرب قد يتطور هذه الاتفاقيات إلى مستويات أعلى. وما نراه اليوم تركيا تهاجم على وحدات حماية الشعب وتعرقل الحرب على داعش، فلذلك قد يتحول هذا الأمر إلى شراكة تركيا مع داعش. السلطة التركية تشارك مع داعش في إيقاف الحرب على الإرهاب أو إنهاء الإرهاب في سوريا. فلذلك هذا يتحول إلى مستوى آخر ويفتح نقاشات جديدة، وقد نصل إلى نتائج جديدة في المستقبل القريب. جميل. دعنا نتحول إلى موضوع الحملة على رقة. سيد نوري، أين وصلت الحملة؟ وما هي مهمة قواتكم اليابكي في حملة الرقة ضمن قوات سوريا الديمقراطية؟ طبعا معركة الكبرى على عاصمة داعش، مركز أو نقطة تأسيس داعش أو إعلان داعش وامتدادها إلى سوريا وعراق، وحتى القيام ببعض العمليات في الغرب وفي آسيا وفي الشرق الأوسط. معركة كبيرة وستكون هي نهاية إرهاب العالمي داعش. والمعركة حتى الآن جيدة جدا،
تسير حسب الاستراتيجية والمخطط الذي رسمناه في غرفة عمليات غضب الفرات. ونحن الآن في المدينة، وتم تطويق المدينة بشكل كامل من جهات الأربعة، وداعش الآن محاصرة وليس لديها القدرة من الخروج أو امتدادها لتقوية إلى داخل المدينة. وكلما تقدمنا في المدينة نحاول أن ندرس الوضع في المدينة وندرس الأنفاق والمخططات أو الاستراتيجية أو التحصينات الموجودة لدى داعش في المدينة. على هذا الأساس نقوم بالحملات التي نرى فيها النجاح. طبعا وحدات حماية الشعب في قوات سوريا الديمقراطية مهمة جدا، وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، لأن لديها تجارب كبيرة جدا. وأنتم كإعلاميين متابعين للمسألة منذ بداية الأمر، منذ ظهور داعش إلى يومنا الراهن. لا يمكن أن نرى أي قوة تمكنت من الوقوف في وجه داعش بعد انتصار وحدات حماية الشعب وحدات حماية المرأة في كوباني. في لحظة إعلان داعش لدولتها أو لمنظومتها الإرهابية في رقة، توسعت في سوريا ووصلت إلى العراق، وكانت تمتد في كل المناطق حتى إلى غرب وإلى آسيا والشرق الأوسط. ولكن بعد وصولها إلى كوباني وخسارة المعركة في كوباني مقابل وحدات حماية الشعب، تم تقلص هذه المنظومة الإرهابية أو التنظيم الإرهابي ووصل إلى نقطة الانتهاء. فوحدات حماية الشعب كانت صاحبة كل الانتصارات التي بدأت من تلكوتشر إلى كوباني واليوم في رقة. لديها تجارب كبيرة ولديها القدرة على استيعاب ذهن الإرهابيين داعش وكيف يخططون، ويقوم بالقضاء عليه وينتصر عليه. فلذلك دور وحدات حماية الشعب ضمن قوات سوريا الديمقراطية كبير جدا. حسن، سيد نوري، يعني هل هناك جدول زمني لإنهاء داعش كاملة من مدينة الرقة؟ هل يمكن أن تعلن الآن من على بوير أن داعش سينتهي بعد شهر أو بعد شهر ونصف؟ لا نريد أن نعلن هذا الشيء، ولم يكون مدروس بشكل جيد، ولكن بإمكاننا أن نقول بأن داعش مكسور الإرادة ولم يبقى لديه الإيمان بدولته أو خلافته أو ما كان يدعي به بأن داعش باقية. واليوم نراه في رقة، نرى بأن هنالك محاربين يحاربون حتى الموت، وليس من أجل البقاء وبناء هذا المشروع الإرهابي في المنطقة، بل ينتحرون، يعني خائبين الأمل وينتحرون في الرقة. ما نعمله الآن، ما نحاربه الآن، هي حربنا الآن هو ضد التحصينات التي قامت بها داعش قبل الآن أو منذ بداية إعلانها لخلافتها. فهذه التحصينات نقوم بدراستها، والتأخر هو بسبب هذه التحصينات الموجودة بالنسبة إلى الأنفاق، بالنسبة إلى الألغام واستعمالهم للمدنيين. هذا هو السبب الرئيسي في تباطؤ المعركة في ضمن المدينة. وإذا قارنا الرقة مع موصل، سنرى بأن التقدم في مدينة الرقة سريعة جدا بالنسبة إلى موصل. لكن حسب التسريبات الإعلامية أن مسألة داعش هي مجرد أسابيع فقط، حسب بعض التسريبات الإعلامية. طبعا نحن لا نريد أن نقول شيئا ولن يتحقق في الوقت المناسب، ولكن لن يكون عمر داعش طويل، ولم يكون لديه نفس أن يستمر في الحياة أكثر.
جميل. شهور. يعني نعود ونسأل، قبل فترة فتحتم باب التطوع في قوات الحماية الشعبية وبراتب شهري قدره $200 مع بعض الامتيازات الأخرى، ما الغاية من ذلك؟ في الحقيقة وحدات حماية الشعب، أعضاء وحدات حماية الشعب منذ البداية كانوا متطوعين بلا مقابل. $200 أو ما نقوم به ليس له أي قيمة. نعم. $200 لا يكفي أي عائلة. ما نقوم به هو تأمين بعض الاحتياجات لأعضاء وحدات حماية الشعب من أجل الاستمرار في الحياة. هم يستحقون أكثر من ذلك، ليس من ناحية المادية فقط، بل هم أصحاب مشروع، في نفس الوقت أصحاب إرادة وذهنية تريد أن تأتي بالحرية والديمقراطية، وأصحاب مبادئ كبيرة جدا. فلذلك هم يكتفون بأرقام قليلة من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. $200 ليس دعاية أو ركلام من أجل الانضمام إلى داعش، ليس هي إلا من أجل تأمين احتياجات اليومية من أجل لكن عوائلهم. الكثير من المتابعين يقولون أنها هذه الخطوة يأتي تمهيدا للإعلان عن جيش روجافا، أنت ماذا تقول؟ نحن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية لم يكن غايتنا إعلان جيش أو نظام عسكري أو ميليتاريست. نعم. كان هدفنا وغايتنا هو حماية المجتمع وحماية مؤسسات والنظام المجتمعي الموجود في روجافا وشمال سوريا. وكما تعلمون لم نهاجم على أي منطقة إلا بعد انضمام شباب وشابات أو أهل المنطقة إلى قواتنا، والطلب قوات أهل المنطقة مننا بأن نقوم بحماية مناطقهم. قمنا بمحاربة الإرهاب وتحريره. وحتى اليوم نذهب إلى رقة، هنالك أبناء رقة موجودين، والمجتمع الموجود في رقة أيضا أتوا إلى مناطقنا وطلبوا هذا الشيء، وقمنا بالمعركة الكبرى على مدينة الرقة. فلذلك مفهومنا هو الدفاع المشروع من أجل بناء، من أجل حماية المجتمع وتهيئة الوضع من أجل حوار ديمقراطي من أجل حل الأزمة السورية بشكل عام وحل القضايا العالقة في سوريا. ولكن إذا ورد واتفق المجتمع في روجافا شمال سوريا وسوريا على أن يكون تجربة وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية هي يجب عليها أن تحمي سوريا، فليس لدينا مانع، وسنكون أيضا جاهزين من أجل حماية جميع مكتسبات المجتمع. وضحت الفكرة. يعني هناك مقولة أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن هناك حدودا ترسم بالدم. أين حدود وحدات حماية الشعب؟ وحدات حماية الشعب لا تؤمن بالحدود، ليس لديها حدود. وحدات حماية الشعب تؤمن بالمجتمع، تؤمن بالشرق الأوسط، تؤمن بسوريا، تؤمن بالتلاحم المجتمعي. ليس هنالك حدود، بل هنالك هوية لديها هويتها وتقوم بحماية هذه الهوية. العالم أصبحت أكبر من الحدود. الدول القومية والدينية والصنعوية لم تعد تتمكن العيش ضمن حدودها إلا بالاتفاق وفتح علاقات مع العالم. فلذلك الحدود لا يكفي من أجل حل القضايا. لكنك في أحد التصريحات، عذرا للمقاطعة، في أحد التصريحات الإعلامية لك أنك قلت
وحدات حماية الشعب هي الضمان الحقيقي لحقوق الشعب الكردي. بالطبع، وأنا الآن أيضا أقول بأن وحدات حماية الشعب هي الضمان لهوية المجتمع الكردي. الهوية تعبر عن الحماية، تعبر عن أمن الداخلي، تعبر عن الاقتصاد، تعبر عن اللغة، تعبر عن الثقافة، تعبر عن جميع مؤسسات المجتمع، ولكن ليس بمفهوم قومي متطرف، بل هوية حقيقية تؤمن بهويتها وتؤمن بهويات الأخرى، لا تنكر الآخرين، تتعايش بشكل ديمقراطي وإنساني وطبيعي على الجغرافيا الموجودة فيه. أيضا وضحت الفكرة. يعني دعنا نعرج مرة أخرى على علاقاتكم بالأمريكان. بصراحة سيد نوري، هل أمريكا تعتبركم قوات عسكرية أم ميليشيات؟ قوتنا وحدات حماية الشعب. أنتم أيضا إعلاميين وتتابعون الإعلام بشكل عام والتصريحات التركية والأمريكية والعالمية بشكل عام. في الفترة الأخيرة هنالك الكثير من الجيوش في شرق الأوسط، كانت المقارنة ما بين وحدات حماية الشعب والجيش التركي الذي تحدثنا عنه بأنه من أقوى الجيوش في المنطقة ومن أكبر الجيوش في المنطقة. فلذلك نحن قوات. وأمريكا ذكرت في عديد من تصريحاتها بأن حليفها الوحيد هي وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية في محاربة داعش. فلذلك هي تعتبرنا قوات من خلال تصريحاتها. حسنا، في نفس السياق، الدعم العسكري الأمريكي، يعني هل هو مشترك بينكم وبين قوات حماية الشعب، أم أن وحدات حماية الشعب تأتيها الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية بمعزل عن قوات سوريا الديمقراطية؟ أمريكا أو التحالف الدولي في الفترة الأخيرة أعلنت عن دعم وحدات حماية الشعب بشكل مباشر. قبل الآن كانت تقوم بدعم قوات سوريا الديمقراطية، ولكن قرارها الأخير كان الدعم لوحدات حماية الشعب. بالرغم من تأخر هذا القرار، ولكن كان قرارا تاريخيا، وهي قررت بأن تدعم وحدات حماية الشعب. حسنا، لو أتينا إلى عديد قوات حماية الشعب، كم عدد المقاتلين الآن؟ في الحقيقة عدد الياباكي والياباجي، العدد يوميا يزداد، ولم يكن هنالك إحصائيات مطلقة ولا نريد التصريح عنه، ولكن يوميا هنالك انضمام لوحدات حماية الشعب، وهنالك دورات كثيرة. كلما نتقدم هناك الازدياد بالعدد والانضمام من جميع المكونات الموجودة في شمال سوريا، إن كانت عربية، آثورية، كردية، تركمانية، مسلمة، مسيحية أو إزدية. هناك انضمام، وخاصة كلما تقدمنا كلما انضم المجتمع السوري إلى هذه. لكن هناك تصريحات إعلامية صدرت عن القادة في قوات حماية الشعب أن عديد هذه القوات سيصل إلى 100,000 بحلول رأس السنة القادمة. ما مدى صحة هذا الكلام؟ لدينا أهداف بأن يزداد العدد من أجل حماية المنطقة، وسنقوم العمل بكل جهدنا أن نزيد العدد، ولكن لن نحدد أي رقما أكيدا في هذا الوقت. أيضا بشفافية سيد نوري، هل طلبت منكم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة عدد قوات الياباكي والياباجي إلى 200,000 مقاتل؟ لو صح السؤال، ما الغرض من ذلك؟ لن أسمع مثل هذا الطلب، ولكن نحن متفقين في الحرب على داعش في الرقة، وهدفنا هو ازدياد رقم أو ازدياد عدد المحاربين وإيصالهم إلى التجارب التي يمكنهم بالوقوف أمام داعش، وسنقوم دائما بازدياد العدد إن طلبت أمريكا أو أن لم تطلب. دعنا نعرج على ملف النظام السوري. النظام بدأ يتدخل في الآونة الأخيرة في العديد من الأمور وفي مناطق عديدة، لا سيما بعد أن اشتد عوده.
برأيك هل سيعاد نظام الكرة والتدخل في المناطق التي تحت سيطرتكم؟ في الحقيقة تركيا في الفترة الأخيرة تقوم بتنازلات كبيرة كما ذكرتم في تقريركم في بداية البرنامج. تستغني عن كثير من مبادئها وتقوم بتنازلات لصالح النظام، لصالح روسيا، لصالح إيران، وتحاول أن تحافظ على سلطتها، السلطة الحالية في تركيا تحاول أن تحافظ عليها. فلذلك النظام ما قبل الثورة كانت تعتمد بشكل كبير جدا على تركيا، وتركيا قامت بالواجب ضد النظام. واليوم لن يكون نجاح في هذه العلاقة، لأن الطرفان غير جديان وليسوا صادقين مع بعضهم البعض في الاتفاق، والطرفان يخططان لبعضهما البعض. فلذلك هنالك تنازلات وهنالك اتفاقيات ما بين هذه الأطراف، وقد يكون لهم غاية، لكل طرف غايتهم الخاصة، ولكن نقول للطرفين، للنظام ولتركيا، ليس لديكم خيار سوى الرجوع إلى المجتمع، ولن تبقون على السلطة إذ لم تسمعوا المجتمع، وإن لن تقبلوا المجتمع، وإن لن ترجعوا إلى المجتمع. داهمنا الوقت، لم يبقى الكثير من الوقت أمامي سيد نوري. يعني كمان تقارير صحفية بتتحدث عن أنه قوات حماية الشعب ستقوم بالسيطرة الكاملة على مدينة الحسكة بالكامل باستثناء بعض المؤسسات الإدارية. هل هذه التقارير يعني تؤكد صحة هذه التقارير؟ نحن منذ البداية قمنا بما يقع على عاتقنا بحماية مجتمعنا وتسهيل عيش مجتمعنا. إذا استجاب الأمر وطلب المجتمع بأن نقوم بذلك لن نقف أبدا، ولكن ما نقوم به هو حماية المجتمع. وإذا طلب المجتمع أو الثورة مننا مثل هذا الواجب فلن نتردد في القيام به. وماذا عن الأجهزة الأمنية في مدينة قامشلو؟ هل لديكم أيضا أي خطة أو نية لإخراجها من المدينة؟ الآن هم محاصرون وتحت السيطرة، ولن يتمكنوا التحكم بأي شيء في مدينة القامشلو أو في روجافا أو في شمال سوريا. لم يبقى لديهم أي شيء من هذا القبيل، وهم محاصرين من قبل أبناء المجتمع. حسنا، لو نعرج قليلا على الموضوع الكردي، وأقصد الشق العسكري، ماذا لو تم التفاهم بين القيادة السياسية في الإدارة الذاتية وبين المجلس الوطني الكردي؟ كيف ترون الحل الأنسب لدخول قوات بشمركة روجافا إلى مناطقهم؟ عفوا لو أعدت السؤال. يعني بموضوع الاتفاق، ماذا لو اتفقت القيادة السياسية في الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي يعني لدخول، يعني الاتفاق راح يكون على دخول قوات بشمركة روجافا إلى مناطقها الأصلية؟ شو الحل الأنسب برأيك يعني كقائد عسكري؟ في الحقيقة لا يجوز لقوتان عسكريتان في نفس المنطقة. يجب أن تكون على الأقل يجب أن يكون القوة العسكرية موحدة. لدينا تجربة إقليم كردستان أو جنوب كردستان. هذه التجربة جلبت معها كثير من القتل العام أو الحرب الداخلي ما بين الكرد والكرد، ما بين هذا الحزب وذاك الحزب. نعم. وهنالك كثير من المقابر لشهداء الكرد في جنوب كردستان. لا نريد أن نعيش هذه التجربة. حسنا، شو الحل يعني؟ الحل الأنسب الحل نعم. الأنسب تفضل. هو عدم إعلان قوة أخرى، بل الانضمام إلى القوة الحالية صاحبة التجربة لمحاربة الإرهاب وحماية المنطقة.
الاستغناء عن تسميات أخرى، الاستغناء عن تقسيم قوة التي تحمي روجافا وشمال سوريا. مثل هذه الأهداف لن تكون لصالح المجتمع ولن تكون لصالح الحرية والديمقراطية والحياة. يعني سؤالي الأخير لك، يعني هل هناك تخوف من حالة الأمن والاستقرار في مناطق روجافا؟ وما هي قراءتكم لمستقبل المنطقة؟ بإيجاز لو سمحت. كان هنالك في الماضي تخوف، ولكن الآن الشعب منظم، لديه مؤسساته وله علاقات عالمية، ومشروعه يوفق في كل أنحاء العالم. ونحن كوحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية لدينا تجربة كبيرة في الدفاع عن المنطقة. وإذا قارنا المناطق تحت حماية وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية مع سوريا بشكل عام وعراق وليبيا ويمن، سنرى بأن ليس الخطورة الحالية قليلة جدا بالنسبة إلى الماضي. أكبر خطر الآن هو الهجوم الجيش التركي، وهذا الهجوم سيفشل كما نرى المستقبل. بجملة واحدة، ما هو مصير المنطقة؟ أين المنطقة ذاهبة؟ المنطقة خاصة شمال سوريا هي التجربة الحقيقية لحل جميع أزمات شرق سوريا، لحل مسائل الديمقراطية والحرية في سوريا. هو المشروع البديل لجميع المشاريع التي فشلت في وصول المجتمع إلى حقوقها، والرقة ستكون نقطة حسم لهذه المسألة. أشكرك السيد نوري محمود، المتحدث الرسمي باسم قوات حماية الشعب. أشكرك شكرا جزيلا. مستمعي بويا FM الأكارم، إلى هنا نصل بكم مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار مسؤول، قدمت لكم من بويا FM. لمن فاته الحلقة يمكنه الاستماع إلى إعادتها الجمعة القادمة في 2:05 ظهرا بتوقيت قامشلو، أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك بويا بريس عربي. لم يبقى لي إلا أن أشكر أيضا مرة أخرى ضيفي العزيز السيد نوري محمود، المتحدث الرسمي باسم قوات حماية الشعب. مستمعين الأعزاء، لقاؤنا بيتجدد الأسبوع المقبل في نفس الميعاد بمشيئة الله، فحتى ذلك الوقت تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج على الكنترول آلان سلي، وكان في قراءة التعليق فريد إدوارد، ومني أنا محدثكم سير الدين يوسف. شكرا لكم على كرم الاستماع والمتابعة. أطيب المنى وإلى اللقاء.